السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده دي تاني فيديو بقى اصوره معاكم. تكملة تنظيفات قبل شهر رمضان المبارك ان شاء الله. دخلت بقى على البلكونات كده، عايزه انضف بقى الشيش والسلك بقى والشبابيك والبلكونات. من التراب، كان عليهم تراب فظيع، يعني كمية كتير جدا. لان انا طبعا طول الشتاء ما كنتش بنضفه، يعني كنت بعمله بالفرشة كده مع الخفيف وبس. بس طبعا الترابة مع المطر عمل الترابة كده جامدة، مسكت في الشيش، لازم تتنضف. اول حاجة لازم انضف بالفرشة، علشان تنزلي التراب الاول، يعني ما ينفعش تكبي ميه وتغسلي على طول. لازم تنزلي التراب الاول بالفرشه، فرشه ناشفه، التراب ينزل وبعدين ابدأي بقى اغسلي بالميه وبالصابون. علشان لو كبيتي ميه على التراب ممكن يبقى فيه شويه تراب كده يتبقوا يعملوا طينه معاكي ويلزقوا في الشيش وما يرضوش يطلعوا. انا حتى كروانتين كده فيهم ميه، انا عندي خرطوم بس للاسف طلع قصير، ما ط- يعني ما جابش البلكونه دي، بيجيب من الشباك من ورا، من مكان تاني يعني. بس ما طالش البلكونه دي، فاضطريت ان انا اعمله بقى بالكروانه كده. حطيت كروانه فيها ميه وصابون، وكروانه فيها ميه عاديه، وغسلت الشيش كويس جدا بعد ما مسحته من التراب. وهنا دول كان فاضل الستاير دي، نزلتها هغسلها بقى، والجو حلو كده اليومين دول قبل ما الجو ما يقلب تاني. انا كده خلاص غسلت الستاير بتاعت البيت كلها، وغسلت كمان السجاد بتاع البيت كله ما عدا سجادة الصالة، لانها كبيرة جدا وهي في دخلة الباب، فمش راضية اشيلها دلوقتي. ده المنظف اللي عملته معاكم بقشر الحمضيات البرتقان والليمون، مع الخل والكحول الابيض والميه. سبته طبعا 10 ايام لحد ما بقى مركز كده، وبعدين بنضف بيه بقى البيت وبعقم بيه البيت. جميل جدا، معقم طبيعي ومنظف، وبيشيل اي بقع وبيدي ريحة انتعاش كده، وليمون وبرتقان في البيت رائع. مفيش احسن من التنظيف والتعقيم بالحاجات الطبيعية. بصراحة انا بحب استخدم الخلطات الطبيعية عن الحاجات الصناعية. دلوقتي بقى انا همسح اوضه الاولاد الاول، بما اني بقى قلت ابدا بيها. نزلت الستاير وغسلت البلكونه بتاعت الاوضه بتاعتهم، والشيش والسلك وكده. وهمسح بقى الارفف دي كده، وهمسح بقى السرير، وغيرت الفرشه بتاعت السراير كمان. وهشوف بقى هكمل معاكم ايه. انا بحب انضف تنظيفه قبل رمضان. بتكون دي التنظيفه، يمكن التنظيف العميق اللي هو قبل رمضان غير تنظيفه العيد. يعني تنظيفه العيد دي بتبقى تنظيفه خفيفه شويه عليا، غير تنظيفه قبل رمضان. قبل رمضان بتبقى تنظيفه يعني تنظيف عميق شويه بزياده، لان انا تنظيفه العيد ما بقاش عايزه اهلك نفسي جامد في شهر رمضان. ما بقاش عايزه اضيع وقت في شهر رمضان في التنظيف بقى وكده، لا. يعني يا دوبك كده ايه، امسح العفش تاني واسيق كده الارضيه، وافرش السجاد بقى اللي انا غسلته، والستاير اللي انا غسلتها اعلقها، وابخر كده البيت واظبط المطبخ بتاعي، وخلاص على كده شكرا. بس دلوقتي تنظيفة قبل شهر رمضان، برفع بقى المراتب وانضف تحت السراير، وانضف ورا الدولاب، وبقى انضف كمان ورا السراحة بقى والحاجات دي كلها. ادعك البلاط بتاع الارض كويس جدا بفرشة. وابدا بقى ايه، كل يوم انا شايله السجاد. ببقى فرش حاجات بسيطه كده، يا اما السجاد عندي بديل ليه خفيف، فبرفعه كده وبالمساحه اللي هي الموب ديت، وببدا امسح بيها البلاط كل يوم. فبيفضل معايا نضيف لحد قبل العيد ان شاء الله. اسيقه تسيقه كويسه كده وافرش السجاد. انا المطبخ بتاعي رايق ونضيف، بس انا عايزه ابدل فيه شويه حاجات، يعني تغييرات كده بسيطة خالص. عايزاه يعني ايه، جبت مفرش كده لونها ابيض، قلت انطق شوية شكل المطبخ واحط فيه حاجة فاتحة كده، وامسح الرخامة بتاعتي. لان بقالي يومين ما مسحتهاش، لان انا قلت همسحها بقى معاكم وافرش المفارش التانية الجديدة على الرخامة. جبت مفارش لونها ابيض، هتشوفوها معايا دلوقتي، جميله جدا، شكلها حلو وبتستحمل. هي المفروض اللي هي مفارش تلاجة، بس انا عندي مفارش تلاجة، فقلت استخدمها بقى او استغلها في الرخامه. انا عجبني بصراحه اللون الابيض والورد كده اللي فيها ديت، فمزهزه كده ومنطق خالص الرخامه. فقلت اغير بيه شكل المطبخ شويه، علشان بقى استقبال شهر رمضان ان شاء الله.
بصوا انا شلت الحاجه اللي على الرخامه كده، بس ما شلتش الرف اللي انا عاملاه ده معاكم، لان انا كنت منضفه قبل كده تحت منه يعني ومرصصاه من قريب. دي المفارش اللي انا جبتها، هما 4 مع بعض. هحط 3 على الرخامه، وهيتبقى واحد هوريكم دلوقتي هعمل بيه ايه. حطيت واحد هنا كده، وحطيت الصينيه دي، ولفيت عليها فرع النور، واحط بقى عليها شويه ديكورات كده، حاجات بسيطة خالص وحاجات مش مكلفة. بس بتغير شوية المنظر كده، وتديكي طاقة كده إيجابية وبهجة كده، وتخليكي تحبي أكتر اللي انت تقفي في المطبخ وتحسي بالتجديد، وتحتفلي كده بقى قبل دخول شهر رمضان بقى، وتغيري شوية في بيتك حتى لو بأبسط الأشياء يعني. أنا المفارش دي كنت جايباها ب20 جنيه، 4 مفارش مع بعض ب20 جنيه، بس غيروا شكل المطبخ شوية. وحطيت كام حاجة كده بسيطة على الرخامة، شلت الحاجة من هنا حطيتها هنا، خلاص حسيت بتغيير، وحسيت باللي انا انجزت حاجة يعني حلوة كده وانبسطت بيها خالص. انا حطيت الساندوتش ميكر هنا، بس هشيله وهنقله في مكان تاني دلوقتي. حطيته كده بالشكل ده، قلت يبقى اقرب ليا، يبقى على الحرف كده من الرخامة، علشان يبقى قريب على طول من الفيشة بتاعت الكهرباء، واقدر استخدمه بسهولة يعني غير وهو جوه كده. خلاص ده شكل المطبخ بقى النهائي. انا فاضل بس كام حاجة كده عايزة اشتريها يعني، زينة بسيطة خالص عشان ازين بيها بقى البيت، وارتب بيها يعني منظمات وحاجات ارتب بيها كده في الدواليب، تخفف عليا شوية الترتيب في شهر رمضان. وجبت كمان كام فرع نور كده هعلقهم وهوريهم لكم بإذن الله قبل رمضان كده بيومين. هنصور بقى معاكم الزينة بتاعت البيت والترتيب بتاعي. انا هشيل الكولمن، شلت الكولمن من على الرخامة، واحط المفرش ده كده وهشيله جنب التلاجة بعيد عن الرخامة شوية، بحيث ان انا عايزة الرخامة تبقى فاضية، يعني فاضية كده، وفي مساحة ان انا احط بقى بنعمل بقى حلويات، بنعمل حاجات في شهر رمضان تحضير السحور وكده، فبتبقى الرخامة لما تبقى فاضية بيبقى افضل ليا يعني. كان فاضل مفرش من المفارش ديت، قطعت كده واحد، هو كانوا 4، حطيت 3 على الرخامة، وجبت الرابع قطعته نصين وحطيته على الأرفف دي كده، اللي في أوضة الأولاد، عطى منظر حلو، وكمان علشان يعني يحمي شوية الأرفف من التراب وكده، بس عطى منظر رقيق جدا على الأرفف دي. شايفين ده الشكل النهائي، شكلهم حلو قوي وبساط كده وشكلهم لذيذ يعني. دلوقتي بقى انا هسيق الارض وامسحها كويس، علشان زي ما قلت لكم انا كنت غاسله السجاد، غسلت سجاد البيت كله، فهمسح بقى كده البيت بالمساحه دي، لان انا كنت لسه دعكاه بقى بالفرشه ومسيقاه تسيقه نظيفه يعني، بس خلاص هلمعه كده بس بالموب، وبعدين هفرش السجاد. دي قطعات انا جبتها علشان اعمل معاكم عجينه كده من السميد، وهحشيها وهوريها لكم باذن الله. ودي العلب دي حجمها كبير وعملية جدا، انا جبت منها 8 يعني، جبت الاربعة دول وحطيت فيهم حاجات، وبعدين رجعت جبت 4 تانيين. وده التوم، انا قلت لكم انا بشتري التوم اخضر وبفرمه، بجيب كمية وبفرمها، بحيث ان هي تسهل عليا بقى طول السنة، وكمان علشان التوم لما بينشف القشرة بتبقى صعبة جدا اللي عليه، فبياخد غلبة بصراحة في التقشير والتفصيص وكده.
فانا بجيبه اخضر وبقشر القشره اللي بره وبفرمه كله على بعضه، بيكون القشره اللي جوه خضره طريه، ما تبقاش ناشفه زي ما بينشف. وعبيته في البرطمان ده كده، حطيت عليه زيت وملح واحطه في الفريزر. دلوقتي في بقيه البرطمانات انا غسلت وعقمت البرطمانات كويس جدا قبل ما احط فيها الحاجه. حطيت في واحد زبيب وواحد جوزة الهند، ودي خلطة انا عملتها للحشو، يعني احشي منها تكون حشو سريع كده جنبي على طول، للكنافة بقى وللبقلاوة وللقطايف. ودي زبدة، زبدة جاموسي، فانا حطيتها في مكعبات كده، مكعبات التلج، وتلجتها في الفريزر، وبعدين هعبيها في البرطمان ده كده، يكون مكعبات سهلة عليا ان انا اطلع مكعب واستخدمها على طول. لان الزبدة الجاموسي لو حطيتيها كده في التلاجة ممكن طعمها يتغير وريحتها تتغير لانها فيها حليب. بس لو حطيتيها في الفريزر قطع على بعضها هتتلج، ومش هتعرفي تقطعي منها، فالافضل ان انت تحطيها مكعبات. وحطيت بقى هنا في الارفف دي، زودت هنا كريم شانتيه خام، وحطيت صوبيا، وحطيت كمان فوق زبيب وجوزة هند، والحشوة بتاعت الحلويات زي ما قلتلكوا. الحشوة ديت عبارة عن زبيب وجوزة هند وسوداني مبشور وكمان لوز وسكر. حشوة جميلة جدا وبسيطة بحشي بيها كل الحلويات. وهنا انا عسقت نص كيلو لحمة، هقسمه على جزئين، على طبقين، الاطباق اللي هي بالغطيان دي. هحطها يعني كل ربع كيلو لوحده. باخد بقى منها معلقة مع الشكشوكة، معلقة على البطاطس المهروسة، بتديها طعم حلو جدا في السحور. يعني بحتاجها كتير في الوصفات بتاعت السحور.